لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوش حالم لواني نوصت ونوتحف لواني كاين تفسير بيم وخزمتان بام بس رزامن دي رب العالمين وهي وادارم اوي ازي السودي لور بقرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. بل خوشي وسنا رب العالمين لسورة التوبة كأحكام نهائية تفرمي قاتلوا قتال بكان لقل شيء لقوا كسانك وإيمان بالله تعالى ناين وإيمان ينبروج دوائنية وأوان أوشتانك الله تعالى حرامي كردي وبيغمبركي صلى الله عليه وسلم حرامي كردي أوان بحرامي نازانا ولا يدينون دين الحق وهروها دين دارنا كان بدين حق وراس درست شين أوانا من الذين أوتوا الكتاب لواني أهلي كتابك وكتابا في بخشرة لجول كوديان حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون حتى وكو جزية ددن بدست خوان بشويك و تنازل دنوينو بإهانة كراوي. لا تفسير قاسمي دلي اعلم أنه لما ذكر تعالى حكم المشركين لا كان بيشوتر كاتك الله تعالى حكم مشرك كانوا من بيانكر ذكر بعده حكم أهل الكتاب ليردا باز لحكم أهل الكتاب ذكا هو أن يقاتلوا قتال يعني لقلبك إلى أن يسلموا أو يعطوا الجزية دور يعني لبيج دادن يعني مسلمان دبن يعني جزية ددن منبها في تضاعيف ذلك على بعض طرق الإغناء الموعود على الوجه الكلي كواتا لنا أتكش باس لجزية ذكا كوا براسي وكل آت كبيشوتر كباس لو كمشركان نابي نزيش مزقوت حرام كونه لو دا ترسي شانينش مسلمان آخر أجر مشركانين تجارتنا كان لو حالتي فقير دبن ليردا هندق لرجع كاين دولة من كردن خواي سبحانه وتعالى كوا بجزية ليردا لبيان بيان دكا مرشدا إلى سلوكه ابتغاء لفضله واستنجازا لبعده يتر خواي سبحانه وتعالى رجع كان لبو بيان دكاتن تاوكو لو رجع ودا فضل خواي بكنوا وخواي جورش وعد خلي بيان زي بزيبك مجاهد ضلي. نزلت الآية كان جنوا تدابز حين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتال الروم لو كاتكوا بيان صوصا فرماني بيكرا كوا قتال لقى الروم بكا كوا نصراني بن فغزا بعد نزولها غزوة تبوك لو لدواي أدابزين وآتانا بيان صلى الله عليه وسلم جيش آما ذكر كوادين باس دكين لبو غزاي روم. وقال الكلبي نزلت في قريظة والنظير من اليهود أو آتان دابزي درباري قريظة ونظير كوا جولكبن دو قابيلي جولكبن فصالحهم يتر صلح يعني كل قلب صلى الله عليه وسلم فكانت أول جزية أصابها أهل الإسلام كواتي كم جزية كوا كتب دس مسلمان أو أبو لقريظة ولا نظير وجيلة وأول ذل أصاب أهل الكتاب يد المسلمين كم موقف كوا أهل الكتاب كوا زليلي دنوين برامبر بمسلمانان جاوكو دالي ولا يخفى شمول الآتي لكل ذلك بلا تخصيص وكل قاسمي دالي شعراواني كوآتك هم وأن دقريتو ببيت تايبتي. ابن كثير رحمة خالي بدالي هذه الآية أول أمر نزل بقتال أهل الكتاب اليهود والنصارى أو آتا يكهم فرمانك وداد بزي
بقتال كردن لقل أهل كتاب لجولك ولديان. وكان ذلك في سنة 90 لصالي نويم بدابزي نويم هجري. ولذلك تجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم لقتال الروم. يعني صلى الله عليه وسلم لدواي دابزي نوآتانا خوي آماده کرد و جيش تهيئ کرد لبو قتال الروم كان وخلشي بان کرد وأظهره لهم وبيان شكر كأو مبستي درسون لبو روم وحتى دوروبري مدينش لبو قبائل كانش لبو أنش خبري نار همياني بانكر لبو كوالو زي شدا بجدار بن يترد فرمي واجتمع من المقاتلة نحو من 30,000 نزيكي 30,000 كس لمسلمانان وكو مقاتل لو زي شبيه صلى الله عليه وسلم آمادبون. وتخلف بعض الناس من أهل المدينة ومن حولها من المنافقين وغيرهم. هانديشيش لأهل مدينة ولا دوروبري أوان لمنافق كان لغير أوانيش وكودي لآت كان دوات رباز دكا بباش كوتن لو غزوة أو صالش كوا صالي نوينبو صاليك بو في عام جدب ووقت قيض وحر. صالش وشك صالبو وقت أو بري جرمابو. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الشام لقتال الروم نتر باتجاه الشام رويش لبو قتال لقى الروم بك. فبلغ تبوك ونزل بها جيشت منطقة تبوك ليندر دابزي وأقام بها قريبا من 20 يوما. بس روج بخو بزي ثم استخار الله في الرجوع باشن استخاري كر بقريت ويانا ديار الله فرجع عامة ذلك يترقى لضيق الحال وضعف الناس لبريو حالتك راسي ديارة يعني وديار بو يعني في صلى الله عليه وسلم وقناعتي بو ياخذ وايبيني كوا حالتك تنقانه وخلشيج لاوازه يترقرانه غزوه كنبو حتى تبوك تونو بيز روج دومانو باشان قرايوا قالوا زاد فرمي قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. قتال بكن لقل أوانك وإيمان ينبأ الله تعالى وبروج دوائني كدوات الدفر من الذين أوتوا الكتاب كوا باس لباس أهل الكتاب ولا وصف عندك بسي أواني كوا إيمان ينبأ الله تعالى وإيمان بروج دوائني. وكل قاسم دلي والتعبير عن أهل الكتاب بالموصول المذكور لبرسي إخوة يقول أوها وصف عندك الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. خو مدزانين زياتر الكتاب بحساب إيمانيا بأخوة إيمانيا بروج دوايا للإيذان بعلية ما في حيز الصلة للأمر بالقتال. كواتلير دادا فرمي لو قتال يالا قلب كان علكي أوي كوادي وصفي ذكا لبوتان أوانا فإنهم لا يؤمنون بالله واليوم الآخر كما أمر تعالى. بل ظاهرا إيمانيا ظاهرا ادعاء إيمان بالله تعالى وبروج دوايا كان بلام إيمانيا بوشي ويب الله تعالى بروج دوائنيا وكو الله تعالى فرمان بيكرديا إذ لديهم من فساد العقيدة فيما يجب له تعالى وفي البعث أعظم ضلال وزيغ. بروي لعقيدة كان أو بري فساد بروبوتي هي لو إكوا بتشويق أصل وإيمان بالله تعالى بين وبتشويق إيمان به روجي دوايبين بلام إيمان كان وانية بس تنهاء الدعاء بوشي وينك الله تعالى ديولو يا أخوة يقول رصبي عندك وكوا أنا إيمانيا بالله تعالى نيو إيمانيا بروجي دواينية وهروها ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله وأوشتاني كالله تعالى وبيغمبركي صلى الله عليه وسلم بحرامي عندنا وأن بحرامي نازانا يعني ما ثبت تحريمه في الكتاب والسنة وكل قاسم دلوتا أوشتاني كوا ثابت حراميكي لقرآن وللسنة هاتي أوان بحرامي نازانا. وقيل المراد الرسول الذي يزعمون اتباعه أو هاش لك دريتوا كواتا أوشتي كالله تعالى حرام كردي وأوي بيغمبركي كأوي أوان إيمانيا بيه وكم يهود كادعاء ذا كان إيمانا بموسى عليه الصلاة والسلام نصارى ادعاء ذا كان إيمانا بعيسى عليه الصلاة والسلام برام حتى وكو أوي كوا بيغمبركي خوشيان بحرام دانا أوان بحرام نازانا. فالمعنى أنهم يخالفون أصل دينهم المنسوخ اعتقادا وعملا كواتا أوان أصلا أو ديني كوا باعتبار أوان إيمانيا بيه هنا كديني منسوخيشا أوان أصلا مخالفي دينكي خوشيان ذا كان هم لروي اعتقاده هم لروي عملوا كردوا إذ غيروا وبدلوا اتباعا لأهوائهم يتر أو عقيدة أو بيرباوريان غوري وشريعتكيان غوري بدواي هوا وآرزو خوان دارويشتن وكو شيهابيش دالي
فيكون المراد لا يتبعون شريعتنا ولا شريعتهم. أو هنا كسانكن نا اتباع الشريعة إسلام دكن نا اتباع الشريعة حق كي خوشيان دكن، ومجموع الأمرين سبب لقتالهم. إتر هردو شد كوا أوانا أو وصفيانا إتر شاني أوانا كوا قتاليان لقلب كريه. ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب، وهروها دين دارنا كان بدين حق لواني كوا أهل كتاب. ديارو كل قاسم دلالة دين الحق من إضافة الموصوف للصفة أو المراد بالحق الله تعالى كواتا. ولا يدين دين الحق كواتا أو دينك وحق أوان دين داري بو ديني ناكن يان أو ديني كوا ديني الله كالحق أوان بابنين بو ديني. لتفسير سعد دلالة ولا يدين دين الحق أي لا يدينون بالدين الصحيح، راس دين دارينا كان بوديني كوا صحيح وراس درسته. وإن زعموا أنهم على دين أجر واش ادعاء كان أوان لسر دين فإنه دين غير الحق، براستي أو ديني أوان دين شنا حق، إما لأنه إما بين دين مبدل وهو الذي لم يشرعه الله أصلا كوات أو دين داري أوان دي كان يانا وتا دين شي مبدلة وتا أصل الشريعة كي قوريت أوان كواتيان وتتباع الشريعة ذاك كوال لا أصل وجوريتيان جوران كارين لسر كرديا يعني أصلا أجر لسد دينا راس تقينا كي خوشا ما بن ديني شيء منسوخة بهاتني إسلام أو أوان نسخ بويتوا حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قتال يعني لقلب كان لقل أوانك وإيمان راس تقينا بالله تعالى وبيغمبر كي صلى الله عليه وسلم نيا وأشتانك الله تعالى وبيغمبر كي صلى الله عليه وسلم بحرام داون بحرام نازن والدين دارينا كان بدين يشحق. قتال يعني قلب كان حتى وكيان مسلمان دبن يان جزية دن يان جزية دن حتى يعطوا الجزية أي ما تقرر عليهم أن يعطوه أو جزية كوا بريار اللي ينور بجيره كوا أهل إسلام سونيت يكي وتسنديكي دياري دكن. ابن أثير دار الجزية المال الذي يعقد عليه الكتابي الذمة كوا تجزية أو مالية كوا كسق لأهل كتاب لقل دا صلاة إسلامي اتفاق دكا كوا أو بشا صالانة دبي بدي مقابل بوي كوا لجير سايي حكم إسلامي باريز راو دوي دفاع لذكريه، وهي فعلة من الجزاء أو جزية دليل الجزاء وهاتي كأنها انجزت عن قتله كوات لمقابله وكوا باريز را ودفاع لذكره أو جزية دا راغب دليل سميت بذلك للاجتزاء بها عن حقن دمهم كواتا دليل جزية له بيقول لها جزية لبروي لمقابله وكوا خينيا نارجره ودفاع لذكره. شهاب دليل قيل ما أخذها من الجزاء بمعنى القضاء يقال جزيت ما فعل أو جازيته كواتا لا جزاي هاتية لجزاش ديار بمعنى قضاء دي كواتا بوي كوا لمقابل أوي أوان دي كانوا أو عقيدة وبيرو باورهيتان لمقابل أو لأن ورد جيري أو أصلها الهمز من الجزء والتجزئة لأنها طائفة من المال يعطى يعني أوتا لا جزء تجزئة توتا أو جزء كلام ورجي بشيك أو كم مالين لورجي يأخذني وبشيك لمالين كدين باسي ذكر حتى يعطوا الجزية عيد بدست وبيدا يعني دل عيدين حال من فاعل يعطوا كواتا يعطوا حتى يعطوا الجزية عيد كواتا أو جزية عن يد يعني واليد هنا إما بمعنى الاستسلام والانقياد يقال هذه يدي لك أو استسلمت إليك وانقدت لك وأعطى يده وإنقاد كواتا بمعنى استسلام وإنقياد كواتا أو جزيدا وكو تسليم بون والكذبون يقلبوا دا صلاة إسلامي كما يقال في خلاف نزع يده من الطاعة لأن من أبى وامتنع لم يعطي يده بخلاف المطيع المنقاد ما كواتا يعني بمعنى التسليم بون دي كسك هدستي هنا كواتا التسليم بوتو أويدك كذا نزع يده من الطاعة دست ششا ولا طاعة واتا آمادني بابن بي إتر عن عيدين واتأو جزيدا بتسليم بون وملكزبون وديدا وإما بمعنى النقد أي حتى يعطوها نقدا غير نسيئة واتو معنى شاتية أو جزي كلام وردجيرة نقدي لها وردجيرة نوق بمؤجليو بقرز لها وردجيرة وهروها وإما بمعنى الجارحة الحقيقية
أي حتى يعتجز عن يد واتا ليرا عنك بمعنى بادي واتا دبدستي خوي بيني نكسيك بنيري هر يقلوان دبدستي خوي بيني أو جزية تسليمي دي صلاة إسلامي بكاتن وهروها باشتي تريش ليك دريتو لبر توابوني كات كلير دا دوستين بپشتوانی خوای گەورلەوانەی داهات و دێنەوە خزمەت و ئاەتەوە و قسەی زیاتر لەسەر دەکەین ئەوەی کەوا لە تەفسیرەکان باس کرا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون